السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة أعياد شم النسيم. هنستكمل مع بعض آثار العملات المصرية القديمة. الفيديو ده النهاردة بيتكلم عن عملات الزعيم جمال عبد الناصر. صدر للزعيم جمال عبد الناصر سنة 1970 3 عملات كلها مصنوعة من الفضة: الجنيه، النص جنيه، والربع جنيه. اشهرهم ومطلوب هو الجنيه، النص جنيه برضو، لكن ده اللي عليه طلب. مواصفاته بيبقى عليه صورة الزعيم جمال عبد الناصر زي ما حضراتكم شايفين كده، شيء مبهر. الجمهورية العربية المتحدة 1970، وفي المنتصف هنا 1 جنيه، والعلامة بتاعته هنا في الوجه بتاع الزعيم جمال عبد الناصر. وزنه 25 جرام، يتراوح سعره من 850 ل 1000 جنيه على حسب الحالة بتاعته. كمان صدر للزعيم جمال عبد الناصر 50 قرش بتحمل نفس الوجه زي ما حضراتكم شايفين اهوت، جمال عبد الناصر. في الجهة المقابلة ليه الجمهورية العربية المتحدة، وفي المنتصف 1 جنيه. تم الإصدار سنة 1970. الختم بتاعه هنا تحت الزعيم جمال عبد الناصر. وزنه تقريبا 12.5 جرام، بيعمل من 350 ل 450 جنيه على حسب الحالة بتاعته. ليه ربع جنيه بنفس الوجه ده، ربع جنيه بنفس الوجه ده برضو الجمهورية العربية المتحدة، إصدار 1970، وبيبقى هنا 25 قرش في المنتصف، وبتحمل وجه الزعيم جمال عبد الناصر. ودي وزنها تقريبا 7 جرام، ممكن يوصل سعرها ل 250 ل 300 جنيه على حسب الحالة بتاعتها. هي بتبدأ من 200 لحد 250 300 لو حالة الأنصر. الطقم كله على بعضه بيعمل 1600 جنيه، يعني الجنيه والنص جنيه والربع جنيه التلاتة مع بعض ممكن يعملوا لحد 1600 1650 جنيه، كلهم من الفضة الخالصة 720. ابحث عن كنوز العملات المصرية القديمة، في حاجات كتيرة جدا ممكن انت مش اخد بالك منها لكن بتعمل سعر. وتابعني على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب اسم قناتنا محمد حكيم بورسعيد. تابع معانا كل جديد، واشكركم واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.